لو أنت خريج كلية تجارة أو إدارة أعمال، يعني ما اتخرجتش من أي حاجة لوجستية، هل مستقبلك راح عليك كده في اللوجيستكس؟ استنى بس. كريم خريج كلية آداب إنجليش وبيحب التنظيم ومتابعة الشحنات، وبيسأل بيقول هل ينفع أدخل مجال اللوجستيات ولا لازم أكون معايا شهادة معينة؟ بص يا كريم، اللوجستيات مش محتاجة شهادة على قد ما محتاجة دماغ متنظمة وسكيل في الكوندريشن والبروبلم سولفينج. الشاهد إنك مش لازم تكون خريج حاجة أكاديمية أو خريج التخصص. لو حابب شغل اللوجستيات عامة وعايز تدخل فيه، سواء انت متخرج من اي حاجة حتى لو دبلومات، هقولك يا سيدي، لو عايز تشتغل ولسه ما اشتغلتش، هتفتح الفيسبوك وتدخل على الصفحات بتاعة الاعلانات بتاعة الوظائف. تمام؟ اي اعلان فيه امين مخزن او مساعد امين مخزن هتدخل فيه، وكده كده وانت في الانترفيو هتوضح لهم ان انت فريش جراد وان انت لسه بتتعلم المجال وبتبدا سكتك، وهتبدا من الاول خالص معاهم. هتدخل وهتشتغل معاهم. ليه هتشتغل معاهم؟ لان اساسا شغل اللوجيستكس بيبقى فيه 3 مستويات اداريه. اول مستوى اللي هو مستوى الاوبريشنال، تاني مستوى التكتيكال، الثالث الاستراتيجيكال ليفل. هتشتغل في الاوبريشنال، عايزك اول 3 شهور اللي هم ال3 شهور التقييم بتوعك تفهم الدنيا ماشيه ازاي. من 3 ل4 شهور لازم تبقى فاهم الاورجنايزيشن بتاعتك شغالين ازاي، تفهم البروسيس بتاعتهم، تعرف الدوكيومنتيشن سايكل بتاعتهم، تشوف الدوره المستنديه بتاعتهم بتحصل ازاي من اول ما الشحنه بتدخل عندك على الدوك لحد ما بتسكن وتخرج الناحيه التانيه في الاوت باوند. لازم تبقى فاهم البروسيس دي ماشيه ازاي، وعينك وسط راسك ومتابع كل حاجه بتحصل على ارض الواقع. تاني حاجة، من 4 شهور ل6 شهور انت هنا هتبدأ رحلتك في التعليم. اوكي، لان انت في الفترة الاولانية من اول 4 شهور مش عايزك تفتح كتاب ولا تجيب كورس ولا تجيب اي حاجة. مش مطالب انك تعمل اي حاجة من الحاجات دي. عايزك بس مجرد ان انت تفهم الاورجنايزيشن بتاعتك شغالة ازاي والبروسيس بتاعتهم واللاي اوت. بداية من ال6 شهور بعد ما خلاص الدنيا بقت تمام، هتبدأ إن أنت تجيب كورسات وتتابع ناس فيه بتقدم محتوى عن اللوجيستكس والسبلاي تشين. ما تدخلش تاخد كورس دلوقتي، اصبر لحد ما تعدي أول سنة من شغلك، تتأكد إن هو ده الكارير اللي عايز تكمل فيه، وعايز بقى ترقي نفسك وتدخل بقى إيه في مستوى تاني، بقى تشتغل بقى إيه بتايتل أعلى شوية، تبقى تيم ليدر، وشوية تبقى سوبرفايزر، وبقى شوية تبقى سينيور وما شابه ذلك. عشان ترقي نفسك وتاخد كورسات جديدة، عدي بس أول سنة، ومن سنة لسنتين هتبدأ الدنيا تتفتح معاك وتعرف معالم الطريق بتاعتك. في الختام أحب أقولك إن المجال بتاع اللوجيستكس والسبلاي تشين هو علم أساسي قائم على الكومن سنس. مش دايما النظريات والأبحاث والعلم اللي موجود في الكتب هو الصح. ليه؟ لأن هو بيديك البيست براكتس، لكن طبيعة البيزنس نفسها بتفرض عليك إن أنت تطبق بعض المعايير معينة. فبالتالي أنت دماغك طالما شغالة هتقدر تثبت نفسك بشغلك وتختار الحاجة اللي بتناسب البيزنس بتاعك. بس كده. طبعا لو هتتابع الفيديوهات